انا اصلا متزوج بقالي 3 سنين ونص، ومراتي غضبت مني اكتر من 4 مرات، كل ده عشان كنت تتفصل من امي. فعلا عملت لها شقه لوحدها في الدور الثاني، وكل اللي طلبته منها انها بس تاكل امي وتشربها، بس مش عايز منها حاجه خالص، عشان والدتي ست مريضه عندها السكر والضغط وبتعاني من مرض مخ في الاعصاب، واخواتي الاربعه البنات كلهم متزوجين، وانا بسافر وباجي 7 ايام في الاسبوع، 7 ايام في الشهر. تمام. اخر مشكله ان زوجتي وصلت لمرحله انها تفت في وش امي، وحاولنا برضو ان احنا نصلحها، مانيش عارف اعمل ايه ولا عارف ان انا اسوي ايه، ورحت عشان حتى احل الانفصال بالتراضي ما رضيوش، قالوا لا احنا هنمشي عن طريق المحاكم، لان انا ماشي بقول الله تعالى وان يتفرقا يغني كل واحد منهما من سعته. لا الايه غلط يا احمد، واسمح لي معلش انا سمعتك بس خليك معايا نص دقيقه. هو انت تقدر تجيب لها خدامه تساعدها يا احمد؟ اقدر اجيب لها خدامه؟ شغاله تساعدها في خدمه امك. انا مش عارف ارد عليك في اقول لك ايه بصراحه، بس قول اي او لا، يعني قول اي او لا. ظروفك الماديه تسمح تجيب واحده ب 600 ب 1000 جنيه في الشهر تخدم امك ومراتك تبقى مشرفه، واجب عليك انك تعمل كده. تمام. لو ما تقدرش يبقى مراتك مجرمه لو سابت امك عيانه وهي تقدر تخدمها وما تخدمهاش. لكن انا ابن امي مش جايب مراتي خدامه لامي، انا جايب مراتي عشان اتجوز واخلف واستمتع. حصلت ظروف عارضه، امي بقت عيانه، اختي بقت مكسحه، ابويا معرفش مين، حالتي الماديه تسمع. ده مش كده وبس، ده امك لو قادره، امك لو قادره انها تجيب شغاله ب1000 جنيه في الشهر تحميها وتاكلها، ليس عليك وانت ابنها مليم واحد، وامك تصرف من فلوسها. الدين معجنه، وعمره ما كان معجنه، احنا عجناه. الامر بالترتيب كده، امي عجوز لكن صلى الله على محمد هنا وهنا وعندها 2 كيلو ذهب ومعاش وفلوس البنك، تصرف على روحها وانت تجيب لها بسكوت كيلو فاكهه. امي ما معهاش، انا ابنها، والنفقه عليها واجبه. النفقه في ايه وفي ايه؟ عيش وحلاوه وطحنيه ودواء وكسوه وسكن، انا ابنها. ولا مراتي تتدخل الا في حاله واحده، وانا اقولها لها، انا احمد، انا صلى الله على احمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. انا احمد يعني فاهم ديني. ها بص يا عيشه، انا امي دي كبرت وانت عارفه يعني ايه كلمه ام، من غير محاضره، وانت عارفه يعني ايه كلمه ام. المفروض ان امي تصرف على نفسها من فلوسها، لكن يا ولدي ابويا سابها غلبانه وهي ملاش حاجه. والمفروض ان انا انفق على امي من مالي واجيب لها شغاله زي ما بجيب لها دكتور، لان انا مش جايبك شغاله واجيب لها انا دكتور. يعني ما اروحش اصرف على امي 100,000 جنيه علاج ودواء على قلبي زي العسل، وما يهونش عليا اجيب شغاله واقول لا، ما انا جايب بنوته في البيت بنت الناس خدامه. ده جهل، ده عمايل ابو جهل دي. فانت حبيبتي شايفه لا امي معاها ولا انا اقدر اجيب لها شغاله. البركه فيكي بقى، والجمله اللي جايه دي واجبه، تسترينا في امي، الله يسترك في روحك وفي ذريتك. خليها تقول لا بعد الشرح ده.